يا مساء الجمال والدلع. في الفيديو ده بقى هنعمل كحك العيد بمكوناته وبمقاديره المظبوطة. هنعمله زي بتاع المحلات، هتطلع معاكي الكحكاية بتدوب في البق وفي نفس الوقت ماسكة نفسها، مش هتفرش منك في الفرن، هتفضل محتفظة بالنقشة بتاعتها. كمان لو انتي أول مرة تعملي الكحك هيطلع معاكي مظبوط جدا وناجح من أول مرة. أهم حاجة ان انتي تتابعي معايا الفيديو للآخر وتركزي في كل تفاصيل. ويلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتها. في البداية هنتكلم شوية عن مقادير الكحك. أهم حاجة في الكحك إن انتي تستخدمي نوع دقيق كويس ونوع سمنة كويس، وطبعا يفضل إنها تكون سمنة بلدي. أنا بحب أستخدم دقيق الضحى في كل نواعم العيد، نوعه كويس وبيطلع معايا النواعم مظبوطة. هستخدم 500 جرام من الدقيق واستخدم 300 جرام من السمنة. مقدار السمنة ده هيخلي معاكي الكحكاية دايبة ومظبوطة. في بعض الناس بتحب الكحكاية تكون ماسكة نفسها مش دايبة، يعني ماسكة نفسها شوية لما تقطميها ما تبقاش دايبة كده. في الحالة دي هنستخدم 250 جرام بس من السمنة. السمنة يا جماعة زي ما اتفقنا يفضل انها تكون سمنة بلدي. طيب لو انتي هتستخدمي سمنة نباتي ممكن تعملي ايه علشان توصلي لأفضل نتيجة وأفضل طعم؟ بدل ما تستخدمي 300 جرام من السمنة تستخدمي 250 جرام من السمنة و50 جرام من الزبدة. الزبدة هتحسن معاكي طعم السمنة النباتي وهتدي برضو ريحة حلوة للكحك. كمان ممكن تضيفي فانيليا مع ريحة الكحك عشان تحسن من ريحة الكحك. يعني في بعض الأحيان كده لما بنعمل الكحك بسمنة نباتي بيبقى ليه ريحة مش حلوة شوية، أو مش زي طبعا الكحك اللي معمول بالسمنة البلدي. فاحنا لو ضفنا فانيليا هنغطي شوية على ريحة السمنة النباتي. هستخدم كمان 3 معالق كبار من السكر البودر، وهستخدم 6 جرام من البيكنج باودر و6 جرام من الخميرة أو ما يعادل 1.5 معلقة صغيرة. هستخدم كمان ريحة الكحك موجودة عند أي عطار، وهستخدم 2 معلقة كبار من السمسم المحمص. هستخدم كمان 100 ملي من المية الدافية أو ما يعادل تلت كوباية من الكوبايات المعيارية. والمية معانا تكون دافية مش سخنة علشان ما تبطلش مفعول الخميرة. طيب في ناس هتسألني ما ينفعش ان انا استخدم حليب؟ طبعا ينفع، ولكن الحليب ما بيقعدش فترة طويلة في درجة حرارة المطبخ. لكن لو انتي هتعملي كمية صغيرة يعني مش هتخزني، ممكن ان انتي تستخدمي حليب بدل المية. انا بقترح عليكي لو انتي هتستخدمي سمنة نباتي يبقى تستبدلي المية بالحليب عشان نحسن من طعم السمنة النباتي شوية. لكن لو انتي هتستخدمي سمنة بلدي فالسمنة البلدي كفيلة قوي ان هي تطلع الكحك طعمه حلو ومش محتاجة معاها اي اضافات. نرجع بقى للمية الدافية اللي احنا كنا بنتكلم عنها، وهنحط فيها الخميرة وهنسيبها على جنب. دي احنا هنستخدمها اخر حاجة. وكمان علشان تتأكدي ان الخميرة بتاعتك شغالة علشان ما نبوظش كل المكونات دي، لان طبعا المكونات دي كلها غالية ومش حمل ان احنا نبوظ. هنجيب بقى الدقيق وهنحط عليه البيكنج باودر وريحة الكحك والسمسم، وهنرش عليهم رشة ملح ونقلبهم كلهم مع بعض. وهنسيب بقى السكر والسمنة مع بعض عشان نضربهم في العجان. هنجيب بقى العجان بتاعنا وهننزل بالسمنة. وكمان يا جماعة السمنة لازم تكون ساقعة من التلاجة، مينفعش ابدا ان احنا نعملها وهي في درجة حرارة المطبخ، عشان احنا عايزين السمنة تكون كريمي معانا وتنفش كده وتدي خليط ناعم. لازم تبقى في التلاجة علشان نوصل للنتيجة دي. وكمان الكحك مش لازم ابدا يتعمل في العجان. كل الحكاية ان العجان معايا بيسهل الخطوات شوية او بينجز شوية معايا. لكن لو انتي ما عندكيش عجان تقدري تستخدمي ايديكي عادي جدا وهيطلع معاكي الكحك حلو قوي برضو. هستخدم في الاول المضرب السلك علشان اضرب السمنة والسكر مع بعض. واول ما ابدأ اعجن هغير السلاح بتاع العجان. حطيت السمنة ونزلت ب3 معالق السكر، وبدأت ان انا اضرب السمنة مع السكر لحد ما يتحول يبقى خليط كريمي كده، والسمنة والسكر ينفشوا مع بعض وتبقى شبه كده الكريم شانتيه شوية.
وكمان أثناء ما أنا شغالة بالعجان لازم كل شوية أرفع العجان وأنزل المكونات اللي في الجنب كده بالسباتيولا علشان أضمن إن كل المكونات اتضربت كويس. أول بقى ما أوصل للقوام الكريمي ده زي ما اتفقنا، هغير بقى السلاح بتاع العجان وهركب الكف بتاع العجين. أهم خطوة في الكحك إن انتي تبسي الدقيق كويس بالسمنة. يعني ايه تبسي الدقيق؟ يعني كل ذرات الدقيق تكون متغلفة كويس بالسمنة. طيب لو أنا ما عنديش عجان، هضرب السكر مع السمنة بالمضرب الكهربائي، وحتى لو ما عندكيش مضرب كهربائي ممكن تستخدمي المضرب السلك. بعد ما توصلي للقوام المطلوب هتنزلي بالدقيق وتبتدي تعجنيه لحد ما يوصل لمرحلة شبيهة كده بالرمل المندي. لما نوصل للمرحلة دي هنبدأ نمسك الدقيق بين ايدينا ونفركه كويس لحد ما نتأكد ان كل ذرات الدقيق اتغلفت بالسمنة، وبعد كده نبدأ نعجن لحد ما تتكون معانا عجينة طرية مش بتشقق. نزلت بقى بالدقيق على خليط السمنة والسكر وشغلت العجان وبدأت ان انا ابس الدقيق مع السمنة. اهم حاجة في الخطوة دي ان انتي ما تستعجليش خالص وتدي العجين بتاعك وقته في العجن علشان تطلع معاكي العجينة ناعمة وما بتشققش، لان احنا بعد ما نضيف المية والخميرة مش هينفع ان احنا نعجن كتير علشان الدقيق ما يعملش عرق معانا وتبقى الكحكاية معانا بتشد ومش دايبة. الخطوة دي هتاخد معانا تقريبا 5 دقايق بالعجان، وهنلاقي العجينة بدأت تلم بالشكل ده. وزي ما اتفقنا ما ننساش ان احنا كل شوية كده نرفع العجان ونبدأ ننزل العجين على جنب اللي على جنب بالسباتيولا عشان نتأكد انه اختلط كويس والعجينة بتاعتنا بقت مظبوطة. بعد بقى ما نوصل للمرحلة دي هنبدأ ننزل المية والخميرة اللي كنا سايبينهم على جنب. هنشغل العجان يا دوبك بس نلاقي المية اختفت وهنوقف عجن. في الخطوة دي ما ينفعش أبدا إن احنا نعجن كتير، يعني هلف لفة واحدة بس بالعجان. أول ما الاقي المية اختفت خلاص هوقف العجان على طول. بعد كده هنمسك بقى العجينة ونبدأ نختبرها ازاي؟ بإن احنا ناخد حتة من العجين ونكورها كده وبعد كده ندوس عليها. لو لقينا العجينة ما شققتش يبقى هي كده مظبوطة. بصوا بالشكل ده كده عجينة ناعمة جدا ما فيهاش أي تشققات، يبقى كده العجينة بتاعتك ناجحة. لو انتي كمان أول مرة بتعملي الكحك ممكن ان انتي لو مش عايزة تختاري المكونات بتاعتك تعملي كام واحدة كده وتحطيها في الفرن، ولو طلعت معاكي مظبوطة تكمل. خلاص احنا كده وصلنا للعجينة المظبوطة بتاعت الكحك. هبدأ بقى ان انا اشكل العجين بتاع الكحك ما بيخمر. انا هسيبه بس 10 دقايق يرتاح على ما اجهز الحاجة بتاعتي والم الدنيا حوالي. كمان وانا بشكل العجينة بتاعة الكحك لو لقيت اي كورة كده شققت معايا هبدأ ان انا امسكها بين ايديا وافضل انعم فيها لحد ما التشققات تروح. هنبدأ بقى نشكله. جبت الميزان وبدأت ان انا اوزن قطعة الكحك علشان احاول ان انا اخلي كل الكحك متناسق علشان يبقى شكله كويس معايا. عملت الكحكاية وزنها 30 جرام. الوزن ده مناسب جدا، هتبقى الكحكاية معاكي ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي، يعني الوزن المظبوط والمتداول في المحلات. بعد كده امسكها اكورها بين ايديا وبعد كده احطها في الصاج وهفضل اكرر نفس الخطوة لحد ما كمية العجين اللي معايا تخلص. بعد كده هجيب البصامة بتاعة الكحك وهبدأ ان انا ابصم الكحك وهو في الصاج. بس نخلي بالنا واحنا بنعمل بالبصامة ان احنا نضغط ضغطة بسيطة على العجينة، بلاش ان انتي تضغطي ضغطة جامدة علشان الكحك ما يفرش منك. كمان لو انتي ما عندكيش البصامة بتاعة الكحك ممكن تستخدمي المصفى السلك لو متوفرة عندك، او تستخدمي شوكة، تستخدمي سكينة، ممكن المنقاش، اي حاجة متوفرة عندك. ما توقفيش نفسك خالص. نيجي بقى للخطوة بتاعة التسوية، ودي خطوة مهمة جدا جدا جدا. أول حاجة لازم الكحك يدخل على فرن سخن. هنشغل الفرن بتاعنا يسخن قبل ما ندخل الكحك ب10 دقايق، وبعد كده نبدأ ندخل الكحك على درجة حرارة 180. وكلامي هنا عن الكحك السادة
لان الكحك المحشي فيه كلام تاني خالص، وان شاء الله هنبقى نعمله مع بعض الفيديو الجاي. الكحك السادة بيتسوى على درجة حرارة هادية زي ما قلنا، على درجة حرارة 180 لو الفرن بتاعك مظبوط، لكن لو الفرن بتاعك عالي شوية هتسويه على درجة حرارة 150 لمدة نص ساعة. نخلي بالنا كمان ان اول صاج بدخله الفرن بياخد تقريبا نص ساعة، وبياخد معايا اللون المظبوط من كل الجهات، ومش هحتاج اشغل الشواية. تاني صاج بدخله بيكون الفرن ساخن شوية، فممكن ياخد معايا من 20 ل25 دقيقة، يعني خليكي متابعاه من أول 20 دقيقة. ده بالنسبة للكحك اللي معمول بسمنة صافي وما ضفناش فيه زبدة. لو هنضيف فيه زبدة يبقى هياخد معاكي وقت أقل شوية، لأن طبعا الزبدة بتتحرق أسرع في الفرن من السمنة، فلو انتي حاطة نسبة زبدة في الكحك هتبتدي تتابعي الكحك بتاعك بعد ربع ساعة. بعد كده هطلع السجان بتاعة الكحك وهسيبها تبرد تماما تماما، مش هلمس اي كحكاية خالص غير لما السجان تبرد، عشان الكحك اول ما بيخرج من الفرن بتبقى لسه السمنة اللي فيه سايحة والكحكاية مش ماسكة نفسها. فاول ما يبرد خالص هبدأ بقى ارصه في طبق التقديم وارش عليه السكر البودر، وبس كده الكحك بتاعنا بقى جاهز. واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم تفاصيل الكحك، وان شاء الله اي واحدة مبتدئة ولسه اول مرة تعمل الكحك هتطلعه مظبوط وناجح من اول مرة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.